بصمجة أصعب 3 جارات بطريقة سهلة جدا جدا. صدقني هتدعيلي بعد الفيديو ده. ال3 جارات بتوع الليفر هما 3 بس. أول حاجة في 3 ثوابت موجودين في ال3 جارات. على إيدك اليمين هتلاقي الكبد، معروف إن الكبد موجود يمين. الكبد ده تحته عضوين، قولون كلية. ادي القولون اهو اللي هو يعني باهت شوية، والكلية قولون كلية. الكلية بتخبط براسها في قلب الكبد فبتعمل امبريشن، فبنسميه الرينال. كبده كلية يعني ايه؟ رينال، فيبقى رينال امبريشن حصل على الكبد بسبب الكلية. وفي نفس الوقت عند الكبد موجود يمين، عند الرايت كوليك فريكتشر. يبقى في حاجتين عند الكبد من تحت، الرينال امبريشن والرايت كوليك فليكتشر. يبقى اللي موجود تحت ده خالص هنسميه ايه؟ الرايت كوليك فليكتشر. والطبعه اللي مطبوعه على الليفر من تحت هنسميها ايه؟ رينال امبريشن. والعشرة دي هنسميها ايه؟ المنطقه العاريه اللي اسمها البير اريا. هتسكمهم لي في ايه؟ هقول لك قولون كليابي. هتسكمهم لي في ايه؟ هقول لك قولون كليابي. قولون هتقول لي الرايت كوليك فليكتشر، لان اصلا الكبد يمين فاكيد هيبقى عنده الرايت كوليك فليكتشر مش الليفت، لان الكبد يمين. يبقى 14 ده الرايت كوليك فليكتشر. بعد كده الكليه، قولون كليه يبقى رينال وحامله طبعه تحت، عامله طبعه في قلب الليفر، يبقى اسمها رينال امبريشن. ب تفكرك بالبير اريا، تفكرك بالبير اريا. الجار الثاني بص على يمينك برضو، لما تبص يمين هتلاقي 3 علامات نفس الارقام، 14 13 10. هتفتكرها بايه؟ اسكمها لك بايه؟ اقول لك قولون كليابي، قولون كليابي، وانت من تحت لفوق قول لي قولون كليابي. قولون الرايت كوليك فليكتشر. 13 طبعا من الكليه، رينال امبريشن، لانه قلب الكبد عشان كده ظهرت. 10 بير اريا. يبقى وانا طالع قولون كليابي، قولون كليابي، قولون وانا في يمين يبقى رايت كوليك فليكتشر، كليه رينال امبريشن، بير اريا. الجار الثالث تعال بص على ايدك اليمين نفس الحكايه، كليابي، قولون كليابي، قولون وانا موجود يمين، الكبد موجود يمين، يبقى قولون اليمين، الكسره اليمين، الرايت كوليك فليكتشر. كليه رينال امبريشن. بعد كده البير اريا مش محطوط عليها علامه في الجار ده. المفروض يتحط 10 هنا بس هو ما حطهاش في الجار ده. تاني ثوابت، القاعده الثانيه عندك 6 8 12. 6 8 12 ثلاثي مشهور، الكومن بايل داكت والهيباتيك ارتري والبورتال فين. وانت عارف ان البورتال فين ده الوريد الباب الكبدي، فده الباب فالباب بيبقى موجود في الاول، فهو اللي موجود في الاول هو الكبير المعلم الموجود، السميك الكبير اللي موجود في الاول، وقدامه الاثنين ولاده. ايه ولاده؟ الكومن بايل داكت الخضراء والحمراء الهيباتيك ارتري. الكومن بايل داكت والهيباتيك ارتري بيبص عليهم السيستيك، غيران من الارتري اللي هو الهيباتيك ارتري ان هم متجمعين مع بعضهم كده وهو قاعد لوحده. هنسميه ايه ده؟ السبعه ده السيستيك، لانه موجود على الجول برادر، والجول برادر اسمها سيست، يبقى ده هيبقى اسمه سيستيك ارتري، سيستيك ارتري. تاني حاجة موجود ال6 8 12 بعد كده بيبص عليهم السيستيك ارتري رقم 7. 7 السيستيك ارتري. تحت ده كله في حرف او، حرف الاو ده عامل زي الحفره، عامل زي ايه؟ الحفره. والحفره في الاناتومي الاو هم بترسموا عباره عن حفره، والحفره في الاناتومي بنسميها فيشر. وافتكر حفره تحت 3، ال3 المتجمعين من بعض، 3 باللاتيني يعني تراي، فافتكرها فيشر اوف تيرز، تراي تيرز، فيشر اوف ليجامنتم تيرز، فيشر اوف ليجامنتم تيرز. تعال نتفرج هلاقي بص الحبه دول، بص ال5 دول 6 7 8 12 او، 6 7 8 12 او. ال 6 8 12 الارقام زوجيه مع بعضيها، متجوزين فقاعدين مع بعضيهم، الثلاثي المرعب، الكبير اكبر رقم فيعبر عن اكبر ستراكشر اللي هو البورتال فين، ثم الرقم 8 اللي هو لونه احمر يبقى ارتري، يبقى الهيباتيك ارتري. اما اللي لونه اخضر فاكيد ده داكت، بايل داكت، يبقى اسمها كومون بايل داكت. يبقى 6 كومون بايل داكت، 8 الارتري الاحمر هيباتيك ارتري، 12 البورتال فين الكبير العظيم قاعد لوحده ورا واخد رقم كبير. يا عيني عليك يا بورتال يا فين. بيبص عليهم وغيران منهم السيستيك ارتري اللي موجود على السيست دي الجول بلادر اسمها السيست. 7 ده 7 السيستيك ارتري، 7 السيستيك ارتري حتى جنبه لون احمر، 7 السيستيك ارتري. والاو تعبر عن ايه؟ حفره باللاتين في الاناتومي يعني ايه؟ فيشر.
بتاع ايه؟ حفرة تحت 3، حفرة تحت 3 تراي، يبقى فيشر اوف ليجامنتم تيرز، تراي تيرز، فيشر اوف ليجامنتم تيرز، يبقى الاو فيشر اوف ليجامنتم تيرز. الجار اللي بعده هتلاقي ايه؟ هتدور على ايه في النص؟ 6 8 12 ارقام زوجية متجوزة قاعدة مع بعضيها، ثلاثي مرعب 6 8 12. اكيد ال 12 ده ما تتلخبطش، ده الحاجة الماسورة الكبيرة اللي ورا، في سلك اخضر وفي سلك احمر. السلك الاخضر اكيد البايل دكت، كومن بايل دكت اللي هو رقم 6. اما 8 السلك احمر، سلك احمر يبقى ارتري، الهيباتيك ارتري. اما 12 ده الكبير العظيم اللي ورا الماسوره الكبيره اسمها البورتال فين، يبقى البورتال فين الكبير العظيم الماسوره الكبيره ادينا لها اكبر رقم اللي هو 12. 6 8 12 كومن بايل دكت، 8 الهيباتيك ارتري، 12 البورتال فين. مين اللي قاعد قدامهم وغيران منهم؟ السبعه، لان المفروض اصلا 6 8 السبعه تكون بين الستة والثمانية، هي قاعده غيرانه، قاعده قدامهم بتتفرج عليهم وغيرانه من هذا الثلاثي المرعب. اسمها ايه؟ 7 سيستيك ارتري، حتى في سلك احمر فاكيد ارتري، يبقى 7 السيستيك ارتري. جنبها ماسوره ضخمه، ماسوره ضخمه، مش ده سيستيك يبقى ده سيستيك. السبعه جنبها 4، مش دي سيستيك السبعه يبقى الاربعه سيستيك لانهم جنب بعض. ده احمر فسيستيك ارتري جنبه سيستيك دكت، زي ما هنا كان في هيباتيك ارتري في كومون بايل دكت، هنا في سيستيك ارتري فينا سيستيك دكت، يبقى ارتري جنب دكت، ارتري جنب دكت. حرف الاو بتاع الليجامنتم، الفشر بتاع الليجامنتم تيرس مش موجود في الجار ده، حرف الاو مش موجود، اذا الفشر مش موجود. الجار اللي بعده دور على انهي ارقام موجوده في النص. 6 8 12 6 8 12 بتبص عليهم مين اللي غيران منهم؟ السبعه اللي هي ايه؟ سيستيك ارتري، حتى موجوده عند السيست اللي هي الجول برادر، وعندها سلك احمر يبقى السيستيك ارتري. هتلاحظ جنب الستة سلك اخضر، يبقى ايه؟ يبقى بايل داكت، يبقى كومن بايل داكت. جنبها ايه؟ رقم 8 مش واضح خالص في الصوره دي فصعب يجي، بس هو انت عارفه 8 هيبقى الهيباتيك ارتري، ثم الماسوره الكبيره اللي فوقهم اسمها البورتال فين، ما حطش علامه، ما حطش ال 12 هنا، فبالتالي هو مش عاوزها. ولقيت او يبقى حفره فيشر، حفره فيشر، الفيشر اللي تحت الثلاثي المرعب هنسميها ايه؟ ثلاثي تراي، يبقى فيشر اوف ليجامنتم تيرس، تراي تيرس. تالت قاعدة 5 15 5 5 5 15. ايه 5 15؟ الرقم الكبير هنديه للقمة، حاجة عالية، يعني الحاجة العالية هنديها رقم عالي اللي هو 15. فال15 هتعبر عن الفاندس، القمة بتاع الاستومك، فاندس اوف ذا ستومك. اما ال5 هتعبر عن الكارديك نوتش، 5 على قلبي، كارديك نوتش، يبقى 5 الكارديك نوتش. اما الكبير، الرقم الكبير هيبقى الفاندس، القمة. تعال اوريك ومن غير بصمجة، انت شايف 15 ده دي القمه بتاع الاستومك فهنسميها ايه؟ الفندس. ف 15 الرقم الكبير هندي له القمه يبقى الفندس اوف ذا ستومك. 5 ده هيبقى ايه؟ عند الاسوفيجاس، عند الكارديك اند، فيبقى اسمها كارديك نوتش، يبقى رقم 5 كارديك نوتش، 15 الفاندس اوف ذا ستومك. الجار اللي بعده لقيت برضو 5 15 الرقم الكبير اللي موجود فوق في القمه بتاع الازاز اهي، يبقى الفاندس، القمه، الفاندس بتاع مين؟ بتاع الاستومك. اما ال5 عند فتحه الاسوفيجاس الكاردياك نوتش، 5 الكاردياك نوتش، 15 فاندس اوف ذا ستومك. الجار اللي بعده ثالث جار لقيت 15 ولقيت 5 15 يبقى على طول ده الرقم الكبير، القمه بتاع الاستومك من غير بصمجه. بعدين ده اهي دي القمه بتاع الاستومك، الفاندس اوف ذا ستومك. اما 5 بص كان في حاجه مقطوعه هنا، كان الاسوفيجاس مقطوع من هنا، فالرقم اللي بيبقى حوالين الفتحه بتاع الاسوفيجاس بيبقى النوتش، الكاردياك نوتش. فيبقى 15 الفاندس اوف ذا ستومك، 5 الكاردياك نوتش. القاعدة اللي بعد كده قاعدة 1 2 3. الحلول الأرقام دي 1 2 3 أو إي 2 3، يعني من الآخر يعني الواحد والإي بيشيروا لنفس الاستراكتشر، يبقى الواحد والإي نفس الاستراكتشر، حتى الواحد شبه الإي، الواحد والإي نفس الاستراكتشر. واثنين وثلاثة هنسكمهم في إيه بقى؟ من الاخر 1 و2 عباره عن فيزلز، الرقم 1 و2 ما الواحد ينطبق، اللي بينطبق على الواحد ينطبق على الاي، فركز معايا. فالواحد والاي او الاثنين الثلاث حروف دول فيزلز، 3 عباره عن كنال. من الاخر 1 او 2 او 3 او الاي مواسير، فيزلز كنال، 1 و2 فيزلز، 3 كنال. الواحد او الاي نفس الحاجه، بيشيروا لنفس الحاجه، يعني موضعهم ليفت، يبقى الواحد او الاي ليفت شمال. اما الاثنين رايت، الاثنين مالها رايت. افتكرها من عيل، واحد
شمال، عيل شمال، يبقى واحد ليفت، الواحد او الاي ليفت. اما اتنين رايت، اعكس. بما ان الواحد او الاي الواحد رقم صغير فنديله جاستريك بس، اما الاتنين كبيره فنديها كلمتين. جاستريك ابيبلويك، جاستريك ابيبلويك. وانا مفهمك ليه قلت ابيبلويك. انا بقول ابيبلويك لما اكون عند البلوه الكبيره اللي اسمها جريتر اومنتم، يبقى عشان هما الفيزل دي عند الجريتر اومنتم اللي هو عند الاستومك من تحت، الاستومك من تحت عندها جريتر اومنتم ماشي فيها الابيبلويك فيزلز. وتعال اسكم لك الجريتر في الثلاث جارات بتوع الليفر، بتكلم في الثلاثه دول بس، اما الاستومك لها بصمجتها، روح اتفرج على الفيديو. الجريتر في الثلاث جارات دول العلامه بتاعته لا اما جي لا اما 9. التسعة اعتبرها شبه الجي سمول، لا اما جي كابيتال لا اما جي سمول. ما التسعة شبه الجي سمول، فالجريتر بيتسكن بالجي، جي كابيتال وجي سمول. اول ما تشوف الثلاث جارات دي جي كابيتال او جي سمول، الجي سمول اللي هي 9، قول على طول ده الجريتر اومنتم. الليسر بيتسكن بكي، الليسر اومنتم بتسجل بكي. افتكرها من كلمة جاكي اللي هو الياباني ده. فالجي تفكرك بالجريتر، الكي الليسر بايه؟ بالكي. بص انا لمحت اي، ادي حرف الاي اهو اللي هو اكنه واحد بيشيروا نفس الاستراكشر، واثنين وثلاثه لسه قايلك من شويه الاي او الواحد والاثنين عباره عن فيزلز. الفرق ان الاي او الواحد ليفت، واحد شمال، فافتكرها ان ليفت. وبعدين بالمنطق كده هي موجوده يمه الاستومك والاستومك ليفت، فاكيد ده يبقى ليفت. اما الاثنين دي موجوده يمه الليفر فهنسمي هيبقى رايت، فمنطقيه اصلا. واصلا الاي دي موجوده يمه الليسر اومنتم اللي هو فوق، فبالتالي هيبقى ليفت جاستريك بس، ليفت جاستريك فيسلز بس. اما الاثنين موجوده عند الجريتر اومنتم، والجريتر اومنتم بلوه كبيره، فهيبقى رايت جاستريك ابيبلويك. يبقى ده جاستريك بس، ده جاستريك ابيبلويك، ده ليفت ده رايت. وقايل لك اللي في النص رقم 3 بيبقى الكنال، مش ده ابيبلويك، ده البايلوريك كانال. الابيبلويك بايلوريك كانال، مش سفنكتر او اوبننج ولا الانترم، لا كنال. افتكر ان دول الواحد والاي، الواحد او الاي والاثنين كانوا فيزلز، فبالتالي ماسوره يعني، فبالتالي 3 هتبقى شبهها لان ارقام ورا بعض، هتبقى ماسوره برضو. الماسوره اللي كانت موجوده في البايلوريك اسمها ايه؟ كنال. يبقى البايلوريك كنال، يبقى 3 البايلوريك كنال جنب الابيبلويك، الرايت ابيبلويك، الرايت جاستريك ابيبلويك فيسلز على بعضيها. الجار اللي بعده هتشوف برضو 1 3 2، ادي دي التلاتة مش واضحة قوي، ودي الاتنين. على طول واحد بيشير ايه؟ على طول واحد شمال، عيل شمال، يبقى ليفت. وما انه موجود فوق عند الليسر اومنتم يبقى ليفت جاستريك، او بما ان هو واحد ده رقم صغير هنديله جاستريك بس. اما 2 بص احنا دي وبنعكسها مع دي، اما 2 هيبقى رايت. طالما ده ليفت يبقى ده رايت لانه موجود يمة الليفر فاكيد رايت، وموجود يمة الجريتر اومنتم فاكيد ابيبلويك، يبقى رايت جاستريك ابيبلويك فيسلز، وده هيبقى ليفت جاستريك فيسل. ما ان ده ابيبلويك يبقى دي البايلوريك ابيبلويك يبقى دي البايلوريك اللي هي رقم 3 البايلوريك كانال. ما انت عارف اصلا اما الاستومك بتضيق بتعمل البايلوريك كانال، وهي ماسوره شبه المواسير دي، فقلنا الكانال ما قلناش الانترم. يبقى 3 البايلوريك كانال عشان تبقى طقم مواسير. ده شفت جي يبقى الجريتر العظيم، الجريتر اومنتم. جي يبقى جريتر، جي سمول او جي كابيتال اللي هي 9، جي سمول او جي كابيتال يبقى جريتر على طول في الثلاث جرات دول، يبقى جريتر اومنتم، يبقى جي الجريتر اومنتم. بعدين اصلا ما انت عارف طالما ده رايت جاستريك ابيبلويك فاكيد ده الجريتر اومنتم هو اللي بيبقى موجود تحت. لقيت 9 اللي هي جي سمول، 9 اللي هي جي سمول، سواء جي سمول او جي كابيتال يبقى العظيم بتاعنا الجريتر اومنتم. لقيت كي جاكي لقيتهم بص قصاد بعض، هتلاقي ان العلامه بتاع الجريتر قصاد العلامه بتاع الليسر. طالما دي اهي جي اللي هو الجريتر فقصادها الكي بتاع الليسر، الجريتر قصاد الليسر، علامه الجريتر قصاد علامه الليسر على نفس الخط، يبقى كده عباره عن ايه؟ الليسر اومنتم من هنا. والجار الثالث انا ما لقيتش ولا 1 ولا 2 ولا 3، ما لقيتش ولا 1 ولا 2 ولا 3، بس لقيت الاي. ما الاي مكان الواحد، الاي بتترسم كده، فبالتالي هي مكان الواحد، الاي مكان الواحد. والواحد كان بيشير لايه؟ واحد شمال، عيل شمال يبقى ليفت، واحد شمال وفي نفس الوقت موجود عند الليسر يبقى هيبقى ليفت جاستريك بس. اما الاثنين لو كانت موجوده كانت بتشير ايه؟ اعكس، ده كان ليفت يبقى ده رايت، ده كان جاستريك بس جاستريك ابيبلويك، لان الاثنين هي الرقم الكبير، فيبقى رايت جاستريك ابيبلويك لو موجوده. اما هي مش موجوده يبقى الاي تشير الى ايه؟ ليفت جاستريك بس. والكي تشير الى ايه؟ الى الليسر اومنتا، الليسر اومنتم اللي هو كي. طب في اللي كده فوق الليسر اومنتم، فوق الليسر اومنتم فنسميها الاومنتال تيوبروسيتي. يبقى ال عباره عن ايه؟ الاومنتال تيوبروسيتي. يبقى ال اللي فوق الكي دي اسمها الاومنتال تيوبروسيتي.
ال اللي فوق الليسر اومنتم اسمها ايه؟ الاومنتال تيوبريسيتي. الليسر اومنتم اللي هو كي. طب في ال كده فوق الليسر اومنتم، فوق الليسر اومنتم فنسميها الاومنتال تيوبروسيتي. يبقى ال عباره عن ايه؟ الاومنتال تيوبروسيتي. يبقى ال اللي فوق الكي دي اسمها الاومنتال تيوبروسيتي. ال اللي فوق الليسر اومنتم اسمها ايه؟ الاومنتال تيوبروسيتي. بعد كده الحاجه اللي قاعده في الكيرف بتاع الليفر، في الكيرف بتاع الليفر واخدها في حضنه، دي بنت الليفر. مين بنت الليفر؟ اسمها الجول بلادر. بنت الليفر اسمها ايه؟ الجول بلادر. الجول بلادر متركبه من حاجتين، فندس ونك. فندس ونك. الفندس في الارضيه. الفندس فين؟ في الارضيه بتاع الجار. ادي الجار اهو، الازاز اهو. الفندس في الارضيه بتاع الجار، يعني الاتش دي هي الفندس. اما 4 دي النك. حتى بص بالمنطق كده، لما تبص للنك هتلاقي فعلا رقبه، والله باينه ان هي رقبه، حاجه مدوره كده وتقدر تمسكها وتخنقها. وبعدين منطقي اصلا النك بتاعتك موجوده فين؟ فوق عند رجلك ولا فوق؟ لا فوق، يبقى اكيد النك فوق، اما الفندس هي اللي تحت. ولو نسيت بص هتلاقي الفندس بتاع الاستومك مع الفندس بتاع الجول بلادر على نفس الخط. دي الفندس بتاع الاستومك رقم 15، والفندس بتاع الجول بلادر الاثنين على نفس الخط لو بتنسى. ودي النك بقى رقم 4. اما كان 7 مين؟ السيستيك ارتري، اوعى تنسى لانه موجود على السيست. وفي نفس الوقت ارتري شبه 8. ما 8 هيباتيك ارتري، اما 7 موجود على السيست يبقى سيستيك ارتري. الجار ده مفيش فيه الكيرف بتاع الليفر، فاقدر اشوف الجول بلادر. الجول بلادر مستخبيه في الجار ده. اما الجار ده في الكيرف بتاعه باين، الكيرف باين، فتلاقي واحده في حضنه. مين اللي في حضنه دي؟ بنته اللي اسمها ايه؟ الجول بلادر. مين اللي بارزه فوق وكأنها فعلا والله عامله شبه الرقبه؟ النك بتاع الجول بلادر. اما مين اللي تحت دي؟ الاتش، دايما بنديلها اتش، دي الفندس اوف جول بلادر. الفندس اوف جول بلادر. طب لو بتنسى هتلاقيها على نفس الخط بتاع، ارسم خط مايل، هتلاقي الفندس بتاع الاستومك رقم 15 والاتش اللي هي الفندس بتاع الجول بلادر، والاثنين ثابتين. سواء اي اتش في الثلاث جرات دول هتبقى الفندس بتاع الجول بلادر، واي 15 الفندس بتاع الاستومك، وثوابت يا اسطى. القاعده دي خاصه بجار من الجرات هقوله لك كمان شويه، اسمها اف في 11 جي. ايه ده؟ اف في 11 جي، ايه اف 11 جي. وانت جاي كده فرد عليه من اليمه التانيه من الشمال، قول له ال في في ال تشير ان ال11 والجي عباره عن 2 ليجامنت، 2 ليجامنت. اما الاف والاي انا مسكمهم في في يبقى 2 فين. على فكره قاعده عامه، الثلاث جارات في بتوع الليفر كل حاجه فيهم ليفت. لو عطلت دوس ليفت ما عدا حاجتين بس، الرايت كوليك فليكتشر والرايت جاستريك ابيبلويك فيسلز. الرايت جاستريك ابيبلويك فيسلز الرايت جاستريك ابيبلويك فيسلز والرايت كوليك فليكتشر. يبقى الرايت كوليك فليكتشر والرايت جاستريك ابيبلويك فيسلز، الباقي ليفت. اهو ده الجار اللي انا بكلمك عنه. هتلاقي اف وانت جاي يمين لشمال، اف 11 جي، ايه اف 11 جي. رد عليه من اليمه التانيه، مش هنسكت له، قول له ال في يعني الجي وال11 عباره عن 2 ليجامنت، والاي والاف عباره عن 2 فين. ده الليفر، دي الاستومك. المفروض الاسبلين هنا، فاكيد الاسبلين مش موجود، فسايب حاجه من ريحته اللي هو الليجامنت، فيبقى اسمه ايه؟ ليجامنت بيمسك الاستومك بالاسبلين، يبقى هيبقى ايه؟ جاسترو اسبلينكينج ليجامنت. جاسترو اللي هي المعده، واسبلينكينج ليجامنت، يبقى جي عباره عن ايه؟ جاسترو اسبلينكينج ليجامنت. اما الليجامنت الثاني عامل شبه المثلث، لو بصيت له بصه كمان بص مثلث، والله شبه المثلث، فيبقى تراينجل. مثلث يعني تراينجل ليجامنت، بس الموضع بقى معلش كل حاجه ليفت ما عدا الرايت جاستريك ابيبلويك والرايت كوليك فليكتشر اللي هو رقم 14 ده، يبقى اكيد ليفت لانه اصلا موجود يمه الاسبلين ويمه الحاجات الليفت، فيبقى ليفت تراينجولار ليجامنت يبقى 11 ليفت تراينجولار ليجامنت. اما ده جاسترو سبلينكينج ليجامنت. اما الاف ده فين موجود يمة الليفر، يبقى هيبقى اسمه ايه؟ هيباتيك فين. بس الموضع ايه؟ ارشق ليفت، طالما ولا هو رايت جاستريك ابيبلويك فيسل ولا رايت كوليك فليكتشر، ارشق ليفت يبقى على طول ليفت هيباتيك فين. يبقى الاف عباره عن ايه؟ ليفت هيباتيك فين. الاي هو اعظم حرف في اللغه الانجليزيه، اللي هو اللي بنبدا بيه الحروف، فبالتالي هنديه الاعظم فين في الجسم، اللي هو اكبر فين في الجسم، الوريد الاجوف السفلي.
الانفيريور فينا كافا. يبقى الايه تعبر عن ايه؟ عن الانفيريور فينا كافا. الايه تعبر عن ايه؟ عن العظيم الانفيريور فينا كافا. تاني القاعده، لقيت اف 11 جي، رد عليه ال في في. ال يبقى اول اتنين ليجامنت ودول اتنين فين. الجي تعبر عن ايه؟ الليجامنت يمة الاسبرين، ممسك الاستومك بالاسبرين، يبقى جاسترو سبرينكينج ليجامنت. اما 11 ليجامنت عامل زي المثلث، وحط كلمه ليفت يبقى ليفت تراينجولار ليجامنت. الاف تعبر عن فين موجود يمة الكبد، وحط كلمه ليفت لان اي حاجه ليفت ما عدا الرايت كوليك فريكتشر والرايت جاستريك ابيبلويك، يبقى الاف هتبقى ايه؟ ليفت هيباتيك فين، ليفت هيباتيك فين لانه موجود يمة الليفر. اما الايه هتبقى ايه؟ حرف عظيم لفين عظيم اسمه الانفيريور فينا كافا، اعظم فين في جسمنا. بعد كده عندي ستراكشر مهم جدا اسمه القائد. القائد بتاعي فوق الجول برادر. القائد ماله فوق الجول. القائد ماله فوق الجول. ما هو قائد يا اسطى فتحطه فوق، فالقائد فوق الجول برادر. الحروف بتاعته بي سي دي. القائد طلع سيدي بسيدي. القائد ماله بسيدي، انا بسيدي با سي دي بي سي دي. البي هو الكواديت نفسه، هو الكواديت لوب نفسه. القائد عنده بروسيسين، بروسيس وبروسيس، بروسيس سي وبروسيس دي. هقول لك كمان شويه مين الكواديت بروسيس ومين البابيلاري بروسيس. ادي الجول بلادر قلناها اهو. بعد كده بص فوق هتلاقي القائد. القائد اللي هو مين؟ سيدي، سيدي يوسف، يبقى بسيدي با بي سي دي. البي اللي هي فوق القائد فهنحطه فوق، ده الكواديت لوب نفسه. اما السي والدي دي بروسيسز منه، نتقات من اكن القائد تكاثر بالتبرعم وادى زوايد اسمهم بروسيسز. البروسيسز سي ودي. افتكرها في الثانوي كان في سي دي 4، السي والدي دول البروسيسز. بما ان الدي اقرب للكواديت لوب فهنسميها نفس الاسم لانها هتاخد الخلافه من بعد القائد، فهنسميها الكواديت بروسيس. ده الكواديت لوب وده الكواديت بروسيس، نفس الاسم عشان هي اللي هتنوب عن القائد بعد كده. اما دي بعيده فنسميها البابيلاري بروسيس لانها عامله مثلث. يبقى السي عباره عن ايه؟ البابيلاري بروسيس. الدي الكواديت بروسيس، اما السي البابيلاري بروسيس. البي ده العظيم نفسه الكواديت لوب. الجار ده ولا في الجول برادر ولا في الكواديت لوب، مش واضحين. الجار ده لسه مسكمين من شويه ان اللي موجوده في حضن الليفر هي الجول برادر، فاكيد اللي تحت ده الفندس اللي على نفس ال 15، نفس مستوى ال 15 نفس الخط، واللي فوق النك عامله زي الرقبه فعلا والله، تمسكها وتخنقها. فوقيها ادي زلطتين فوقهم زلطه واحده اهي. الزلطه دي اسمها مش الكواديت لوب نفسه بقى، ده البابيلاري بروسيس. طالما رقم سي يبقى ده البابيلاري بروسيس. يعني لسه قايل لك من شويه البي نفسها ده الكواديت لوب، الدي اقرب حاجه ليه فكانت الكواديت بروسيس، اما السي كانت الحاجه اللي نازله لتحت وعامله مثلث عامله جبل، يبقى بابيلاري بروسيس. يبقى السي اللي في الجار ده عباره عن ايه؟ البابيلاري بروسيس اوف كواديت لوب، البابيلاري بروسيس اوف كواديت لوب. في نجمه حمراء ما عرفتش اسكمها كده ومش واضحه اصلا، وان شاء الله ما تجيش. النجمه الحمراء اللي هو بيشاور لك عليها دي بيسميها لك النوتش، الاوسوفيجاس نوتش، اسمها الاوسوفيجاس نوتش، احفظها بقى. يبقى النجمه الحمراء تشير الى الاوسوفيجاس نوتش. ده كنا نسينا فيه العلامة اللي اسمها جي، شبه الجي اللي لسه قايلينها من شوية. الجي اللي كانت في جنب لوحدها، فاكر لما كنا قلنا ال فيفي أول واحدة، ده كان ليجامنت، كان اسمه ايه؟ ليجامنت مربط الاستومك بالسبلين اللي هنا، فهيسميه ايه؟ جاستروس بلينكينج ليجامنت. يبقى جي اللي هنا جاستروس بلينكينج ليجامنت.